السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. حبايبنا الحلوين بقى اللي طالعين الامارات، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد. بس قبل ما نبدأ اي حاجة كده وقبل ما ندخل في اي تفاصيل، طبعا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا نحط لايك جميل كده للفيديو. وثالثا بقى، وده الأهم، اللي يعني أول مرة يشوفني أو اللي متابعني ولسه مشتركش معايا في القناة، فضلا وليس أمرا، نضغط على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، نفعل زر الجرس اللي جنبها، نختار كلمة الكل عشان لما انزل فيديو جديد يجيلكوا بيه إشعار إن شاء الله. احنا بنعمل ايه؟ قلنا بقى نغير كده شوية ونخرج عن المألوف. وفيديو بقى من الفيديوهات بصراحة اللي أنا بشيل همها في التصوير وفي المونتاج وفي كل حاجة. آه، يعني بستسهل ان انا اعمل اكلات في المطبخ عن ان انا اقعد اعمل روتين وكده. بس قلنا نغير بقى، يعني ايه، زي ما بقوله كده، نخرج عن المألوف، نغير كده، نعمل روتين. ننشط كده مع بعض، نتحمس في الجو التلج ده اللي مش عايز غير دفى ونوم وبس. الجو كله كسل، بس طبعا هنكسل، كله هيجي على دماغنا في الاخر. فالكسل يعني مش هيجيب غير التعب في الاخر يعني. فقلنا بقى نعمل فيديو كده نتحمس فيه مع بعض. نقوم كده ننشر غسيلنا، ننضف بيتنا، نجهز الغدا بدري بدري كده، الجو حلو وشمس وجميل. نقوم بقى نتنشط كده ونشوف ورانا ايه. بس طبعا اهم حاجة الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وندخل بقى في تفاصيلنا. زي ما انتم شايفين كده، انا كان عندي غسيل، انا كنت غاسله بالليل، حطيت دورة غسيل بالليل ونشرتها. زي ما شفتوا كده، طلعنا في البلكونة كان في غسيل منشور على الحبل. وكنت حاطه بقى الدورة اللي هي الفواتح دي. واول ما صحينا الصبح كده نشرناها. طبعا الجو كان شمس وحلو وجميل، وسبت برضو اللي هو الهدوم اللي هي اللي كانت منشورة من بالليل، سبتها برضو تاخد الشمس وكده لانها كانت منشورة بالليل. ف حطينا بقى دورة بالليل ونشرتها، والتانية بقى كملتها الصبح. الصبح بقى كده نقوم نشوف ورانا ايه، نفتح بقى شبابيكنا، نشغل الشاشة طبعا على القرآن. احلى جو كده ان انتي تقومي الصبح بدري. مش لازم بدري قوي يعني، بس وقت ما تقومي تفتحي الشاشة على القرآن، تشوفي وراكي ايه في البيت، تجهزيه وراكي غدا تجهيز اكل غدا فطار. تروقي البيت. نفتح كده الشبابيك الاول. الدنيا تهوي كده والشمس تدخل تعقم كده، ونغير جو البيت. طبعا احنا في الشتاء، وبعتذر طبعا عن صوتي لان في سنة خنفان كده لان عندي برد. فده طبعا يعني لما نقوم كده نفتح شبابيكنا، نشغل الشاشة على القرآن. ندي طاقة إيجابية كده، نتحمس مع بعض، نشوف ورانا ايه، لان زي ما قلت الجو ده مش عايز غير نوم وكسل، وطبعا الكسل ده هيكوم علينا حاجات كتير. فمفيش احسن من انت كل يوم كده تقومي. هو انا هننضف، بس مش تنظيفة اللي هي بقى انتوا عارفينها، ده الروتين مثلا بتاعك كل يوم. تقومي مثلا تعدلي الفرشة، تطلعي بطاطينك في الشمس، عندك دورة غسيل حطيها مكان القعدة، الصالة كده. ايدك في الحاجة كده على طول كل يوم كده بعد ما تصحي من النوم. الموضوع مش هياخد ساعة ترويق بس كده على الماشي. هتحسي ان الدنيا سهلة والحاجة بتتعامل معاكي بسهولة لما كل يوم ايدك في الحاجة كده تروقي على طول تنضفي. تحسي ان الدنيا يعني على قد ما بتتكركب بسرعة على قد ما بتتلم على طول. عن ما تكومي عن ما تكومي مثلا انت تقولي لا انا هنضف كل اسبوع، لا. هو طبعا اي التنظيفة بتاعت كل اسبوع دي اللي هي بقى الكنيس والمسيح دي تمام. انما كل يوم افضل ان انت تقومي تلفي لفة في الشقة كده، حاجة مش في مكانها حطها في مكانها، حاجة واقعة لميها، عايزة تتكنس عايزة تتمسح كده يعني. النهاردة هنعمل ايه؟ طبعا انا مش هقولكوا كل يوم بشيل الشلت وانفض تحتها، لا. انا بس النهارده عشان كنت هعمل بالمكنسه، فقلت بالمره اشفط تحت الشلت بتاعه الركنه دي. على فكره انا من النوع اللي بكسل يعني اعمل بالمكنسه وكده، انا بكسل اطلعها. يعني ممكن المكنسه دي اطلعها مره في السنه، مرتين بالكتير، بتطلع في الشتاء ممكن مره او مرتين بالكتير قوي قوي يعني مطلع المكنسه. يعني بطلعها من كل وقت للتاني كده علشان ما تتركنش. فانا من اسهل ما عليا ان انا بقوم شايله الشلت بفوطه او بفرشه اللي هي بتاعه الشبابيك دي، واقوم جايه منفضه بيها تحت الشلت او كنسه تحت الشلت.
انا يعني اسهل ما عندي ان انا اشيل الحافظات واشيل السجادة انفض وافرشه تاني، يعني ما برتاحش كده غير لما اشيلهم وانفضهم كده بايدي وافرشهم. بس قلت لا، انا اطلع المكنسة النهاردة، بحيث ان هي تشتغل ما تتركنش، وبحيث برضو ان الموضوع يعني يسهل علينا برضو. يعني قلت لا، انا ايه هنستخدمها النهاردة، انا مش هلم السجاد ولا هلم حاجة، الدنيا نظيفة وتحت السجاد نظيف وكل حاجة، فمش مستاهل، انا بس هشفط بالمكنسة كده على طول وخلاص. قلت بالمرة بقى ايه اشيل الشلت وكده. انتوا عارفين طبعا يعني لازم يبقى في حاجات واقعة تحت الشلت، زي ما شفتوا كان في اكياس لب وحاجات، هري بقى اكل حاجات من دي، مع اني على طول بلمهم وانفض، بس لازم من هذا الوضع يعني يكون في هري بقى وحاجات من دي تحت الشلت. فالمكنسة على فكرة هي على قد ما انا بتضايق منها من شيلها وحطها واجرها من هنا واشيل السلك من هنا احطه هنا، بتضايق من كده. بس بصراحة بتشفط يعني ما شاء الله تمام. المهم بقى خلصنا، وحطيت الشيلة التاني كده، السفنج ده تاني او الشيلة بتاعة الركنة، وجبت اللي هي اليانات دي، المفارش دي. انا كنت عيناها، انا بتضايق منها قوي بصراحة. انا عامة انا متضايقة من شكل الصالة زي ما قلنا 100 مرة قبل كده، انا متضايقة من شكل الركنة دي على بعضها. فجبت اللي هو المفرش ده ان هو يكسر لونها شوية، بحيث ان هي اصلا فيها كذا نوع قماش، كله منقوش في منقوش، مشجر في مشجر كده، فمش حابة شكل الركن عامة. فده قلت حاجة سادة تكسر اللون، بس القماشة بتاعتها بتقوم بقى جاية برمة من مكان ما راحت حاططها كده، يعني بنحبك كده من عند لما نيجي نفرشها كده ونحبك، بتقوم جاية برمة تاني واقعة على الأرض. يعني لو حد عدى من قدامها كده تقوم نازلة واقعة على الأرض على طول، مش اللي هي مثلا يعني قمشتها ثابتة وكده. فقلت لا، انا اطلعها ايه تغيير كده، وبرضو تحمل الشلت شوية عن ان انا كل شوية اشيلهم واغسلهم وكده. ففرشتهم بصراحة شكلهم حلو قوي، بس مش قلنا نغير كده النهاردة. المهم خلصنا كده وشفطنا وعدلنا شيلاتنا وكل حاجة ومفرشنا. هنا بقى البار، نمسحه الاول كده من اي تراب اي حاجة. وجبت هنا الملمع بتاع الازاز، الملمع ده انا كنت عاملاه معاكم على فكرة، ممكن تدخلوا كده تلفوا لفة عندي على القناة وتشوفوا. انا الفيديو بتاع الملمع انا عاملاه على فكرة من السنة اللي فاتت، ولسه السنة اللي فاتت ايه ده، بقاله سنتين تقريبا. عاملة البخاخة دي ولسه مقضيني ولسه فيها، يعني لسه هيجي ربعها اقل من ربعها. يعني عملناه ما شاء الله، يعني بيكفي وموفر وجميل قوي في تلميع الازاز وكده. خدوا ايه، ادخلوا كده خدوا عندي لفة كده، هتلاقي شوية وصفات وحاجات كده، يعني يمكن تفيدكوا او حاجة. المهم بقى خلصنا ولمعنا وظبطنا الدنيا كده، نرجع كل حاجة مكانها. انا عندي اصلا طقم انتيكات للبار غير ده، بس انا عيناه قلت يعني عينه من باب التغيير كده، معلش بس الكاميرا كانت مقلوبة فالدنيا اتقلبت. فقلت عينه يعني بطلعه في العيد في حاجة في مناسبة، من باب التغيير يعني. فحطيت اللي هي شوية الحاجات البسيطة دي، حتى والله العظيم عيالي ما يعني الحاجات دي ما سلمتش من عيالي، كسروا واحدة منهم اللي هي جنب الشاشة دي، الانتيكال على البار اللي جنب الشاشة دي مكسورة اصلا. فانا حطيتها كده ايه ملصمة اي حاجة. قلت الحمد لله ان انا عينت الطقم بتاع البار، كان زمان هو اللي اتدشتش الحمد لله. المهم بقى خلصنا ولمعنا ترابيزتنا وفرشناها وظبطنا الدنيا، وبالمكنسة بقى كده نشفط الحافظة الحلوة دي. ده كانت من ضمن المشتريات برضو اللي كنا جايبينها من المنصورة، الحافظة دي. وكان في حافظة تانية بس انا ما فرشتهاش، انا فرشت الحافظة اللي هي الكبيرة دي، والسجادة الصغيرة دي فرشتها، ما رضيتش اجيب عليها الحافظة التانية. قلت مرة تانية بقى بفرشها وكده. نخلص بقى كده تشفيط بالمكنسة سريع سريع. شايفين كوكو بقى ما بسيبنيش في حالي، ولا بسيب حاجة في حالها، ولا بسيب اي، بس يا مالك يطلع مؤدب كده على الكرسي ثانية الا ثانية، وفي نفس الثانية ما بتكعبل فيه وانا ماشية. ربنا يهديه يا رب، انما ادعوا يا جماعة ربنا يهديه ويهدينا جميعا. المهم بقى نخلص كده ايه صلاتنا الحلوة. احنا النهاردة ولا هنمسح ولا هنعمل اي حاجة، يكفي ان احنا نروق بقى صلاتنا. نشرنا غسلنا،
الأوضة بقى كده، أوضة النوم بقى، أوضة الأطفال، حاجة يعني زي ما قلت لكم كده، ادخلوا طلعوا بطاطينكم في الشمس، طلعوا حاجتكم كده، يعني حمصوا وفتحوا شبابيكم وعقموا الدنيا كده، وسريع سريع بالمكنسة نشفط عشان ندخل بقى نجهز الغدا. واحنا النهاردة مش روتين بقى كنيس ومسيح وغسيل، لا يعني النهاردة كده الترويقات مع بقى تجهيز غدا وكده. شايفين بقى الجمال والهدوء والبساطة والفرق ما بين قبل وبعد. الترابيزة اللي هي الصغيرة دي طبلية على فكرة، يعني المفروض ان دي طبلية، بس احنا حطينا كده بنذاكر عليها. جبت برضو المفرش ده، المفروض اصلا بتاع الترابيزة بتاعة الركنة، بس الترابيزة دي انا شايلاها عيناها في الأوضة التانية بتاعة الركنة الكبيرة، لانها عاملة لخمة في الصالة، بحيث وانا بنفض الرخامة بتاعتها تقيلة ما تضايقنيش اشيل على طول. فالترابيزة اللي هي الصغيرة دي بقى بنذاكر عليها كتبنا وحاجاتنا وادواتنا والواننا، فرشتها حاجة بسيطة جدا وهادية. تحس انه في راحة نفسية كده. خلصنا بقى نعطر كده، نشم ريحة المعطر مع ريحة النظافة مع القرآن يعني جو جميل. اوضة الأطفال زي ما انتم شايفين البطاطين كانت طلعت في الشمس، شايفين البالونية الهيليوم الجميلة دي، التانية فرقعت، البركة في الأستاذ مالك برضو يعني. شايفين منهارة على الأرض التانية دي. فهنا بقى سريع سريع كده، الأوضة طبعا كانت رايقة، بس أنا ما صورتش، دخلت برضو بالمكنسة على السريع كده، شفطت السجاد، ويلا بينا نروح فين؟ ندخل على المطبخ. خلاص روقنا وظبطنا كده، والروتين بتاعنا اليومي المعتاد ده، ندخل بقى نشوف ورانا ايه، نجهز الغدا. هنا بقى هنعمل لحمة. فحطيت بقى حلة مية على النار، على ما المية تبدأ تغلي كده حطيت فيها بصل وفلفل وطماطم وورق لورا وحبهان قرنفل كوبيبة صيني، يعني بهارات اللحمة بقى والخضار اللي الموجود عندك، جزر كده، وشوية فلفل اسود صغيرين. على ما المية تبدأ ان هي تغلي نبدأ نسقط فيها اللحمة. آه، المرة دي بقى نعمل لحمة مش فراخ. طبعا اللحمة هنا في ناس مثلا ممكن تشوحها، ممكن تشوح الخضار الأول كالمعتاد، يعني ما بنشوف الفيديوهات قبل كده ما بنيجي نعمل فراخ، نشوح الخضار عادي مع رشة فلفل اسود على ما يبدأ يطلع ريحته، ممكن نحط اللحمة دي ونديها برضو تشويح. وممكن برضو ان احنا نحط الخضار هنا لغاية ما المية تبدأ تغلي، وبعدين ننزل باللحمة بتاعتنا. المهم بقى هنا معانا البسلة، طلعت كيس بسلة من الفريزر، طبعا متلج، فاخدته كده شطفته شطفة، حطيته في المصفى يصفي المية بتاعته. ونقطع بصلة كده صغيرة، يعني حجم يعني معقول، يعني على قد البسلة اللي هنعملها. طبعا احنا في زمن البصل هنا بنتعامل معاه كأننا بنتعامل مع دهب، يعني البصلاية على قد الطبخة بالظبط. بالظبط، ما عادش فيه بقى 3 4 كيلو بصل يتحطوا في الاكل والكلام ده، لا يعني بص بالبصلاية، بنتحاسب بالبصلاية. اه هنا بقى نعمل البسلة هنا، يعني هنعمل اكل عادي، هنعمل لحمة وبسلة و وايه ورز. نغير بقى من المحشي والحاجات بقى اللي انتوا عارفينها دي. المهم بقى هنا حطيت اللحمة كده، ركنتها على جنب، وحطيت البصل كده على ما يبدأ ان هو يحمر شوية، يعني البصلة تبدأ ان هي تصفر. قلت على جنب كده اقطع الجزراية بتاعتنا. انا هعمل النهاردة البسلة هنعملها ناي في ناي، احنا عملناها تقريبا مرة قبل كده، فقلنا نعملها تاني. على ما بقى ما البصلة خدت لون كده واصفرت، ننزل عليها بقى بالبسلة والجزر كده، نديلهم تشويحة، تاخد تشويحة مع البصل. البسلة دي على فكرة انا مفرزاها من غير سليق، من غير اي حاجة، تقريبا برضو كنت عاملة معاكي فيديو قبل كده، من غير اي حاجة، هي يا دوبك اتفرزت واتحطت في الاكياس في الفريزر وبس. قطعت عليها الجزر نسيبها تتشوح مع البصل. هنا بقى التوم ده كان راسه صغيرة وفصوصه صغيرة قوي، يا لهوي يعني ممل قوي في التقشير، فجبت الايد بتاعة الهون كده ونزلت تك تك عليه، بحيث ان هو يتفسخ من بعضه ويبقى سهل معايا في التقشير. حتى جينا نحط ملح بقى عشان ندقه، لقينا الملح خلص. والمهم يعني ويبقى افضل على فكرة لو ادينا التوم ده تشويحة، يكون يعني تكونوا انتوا فرمينه كده ومجهزينه او دقينه ومجهزينه كده، كان ياخد تشويحة مع البصل، يدي ريحة جميلة قوي قبل ما ننزل بالبسله. بس عادي مفيش مشكلة، انا اصلا في الغالب ما ببقاش متملكة ان انا اجهز التوم والبصل وكده مع بعض، فعادي بعمله وانا شغالة كده وياخد تشويحة بسيطة، ونهدي عليهم بقى النار، نسيبها لغاية ما تتشوح تماما. طبعا حبايبي الحلوين اللي وصلوا معايا لغايه هنا بقى، ما ننساش اللايك يا جماعه والاشتراك، يعني انا عماله احمس فيكم وعندي برد
وشغالين وبعمل لكم مونتاج وشايله هم الفيديو وشايله هم كل حاجه. ربنا يصلح الحال يا رب. بس اهم حاجه كده ايه، اللايك جميل وكومنت جميل كده، وادعوا لنا دعوه جميله من قلبكم. ربنا يوفقنا يا رب وييسر لنا الامور ونخلص بقى على خير. انا بقى عمل البسله بقى تتشوح وكده. طبعا اللحمه يا جماعه ما ننساش هي طالما بتغلي نهدي عليها النار. فرمنا بقى طماطمنا وصفيناها تمام كويس قوي قوي يعني. وننزل بقى كانت البسله بقى بالجزر اتشوحوا، ننزل عليهم بقى بعصير الطماطم، نظبط بقى بهاراتنا كمون ملح فلفل اسود كزبره مطحونه. الكزبره يعني مطحونه، كل البهارات يعني بودر وكده. ونهدي بقى لغايه ما البسله تتسبك بقى مع الطماطم زي ما قلنا، هتبقى نايف نايف. على فكره اسهل طريقه لعمايل البسله واطعم طريقه لعمايل البسله انك تعمليها نايف نايف من غير سليق من غير اي حاجه. على جنب بقى كده نكون جهزنا الرز. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، يعني اليوم بيعدي بسرعه. بس انت تحمسي كده وتوكلي على ربنا، قومي شغلي قرانك، عطري بيتك، روقي زي ما قلت، تدخلي على المطبخ تحسي ان انت نفسيتك مرتاحه. اللي انت هتطلعي بقى من المطبخ هتتغدوا خلاص، الدنيا رايقه والدنيا تمام. بس بالنسبه لي الحمد لله يعني اللهم لك الحمد. على ما بطلع من المطبخ بلاقي الدنيا بقت دمار بره، يعني العيال بيبقى عاملين ربنا يهديهم يا رب. دعوا مصارعة بره بيكونوا بهدلوا الدنيا تاني. يعني ربنا يهديهم يا رب ويرزق كل مشتاق يا رب بالخلف الصالح والذرية الصالحة. ويهدي ولادنا جميعا ويعيشوا ويبهدلوا. ما احنا عايشين ليه؟ هما يبهدلوا واحنا نلف حوالين نفسنا، وكل يوم نفس الحكاية، بهدلة وترويق وترويق وبهدلة. ربنا يصلح الحال يا رب. المهم بقى كده خلاص كده، على فكرة طالما حطينا البسلة على النار واللحمة يبقى احنا كده خلصنا طبيخ. خلاص كده هو الرز انا هجهزه وهنقعه. طبعا نغسله مرتين كده او 3. وقبل ما نحط القعد بتاعه، انا ما شفتش الرزيتين دول، انا حسيت هنا ان الرز هيبقى كتير فقمت جايه نقلاه من الحله لحله يعني واسعه شويه، بحيث ان الاكل ده هيقضيني يومين. فقلت لا، وانا هاجي تاني يوم اولع على شويه رز صغيرين. فيعني عملت حسابي ان الرز يكفي اليومين، حسيت ان هو يبقى كتير على الحله دي. ف نقلته في حله كبيره شويه يعني. انا مش عارفه انا رحت فين ساعتها. رحت اجيب ميه. نحط القعد بقى بتاعنا. نحط الملح والقعد بتاعنا وشوية زيت صغيرين، بحيث ان هو يعني ايه لما ينطبخ يبقى مفلفل معانا وحلو كده. البسلة طبعا كانت خلاص كده على وشك ان هي الصلصة تتسبك. هنزود بقى القعد بتاعها شوربة، طبعا شوربة اللحمة يا سلام بقى واو. نظبط بقى الملح اللي انا استنى بس كده ما تلخبطناش. الشوربة ما حطيتش عليها ملح. لانها اللحمه دي بتاخد سوا شويه، فبنحطش ملح الا في الاخر لما ايه تقرب على السوا كده. فطبعا لما زودنا البسله شوربه طبعا فالبسله هتعوز ملح، فنظبط ملحنا. هنا بقى على جنب قلت ايه ما نروشن كده شويه ونعمل شويه عصير برتقال. في الجو طبعا والبرد وكده عايز برتقال وفيتامين سي وحاجات بقى، يعني البرد الشتاء بيبقى عايز برتقال وكده، بس طبعا هو للاكل. احنا هنا نعمله بقى عصير. فانا جبت هنا معايا البرتقال ده سكري. انا كنت دايما بحب اعمل عصير برتقال. انا عارفه ان انا دايما لما باجي اعمل مونتاج يا اما الرسايل بتشتغل، يا اما حد يفضل يرن، يا اما ملك يقعد يزن. المهم عادي يعني ما علينا. انا مش ما كنتش موقفه مونتاج في اي حاجه، انا هفتح التسجيل ومش هفصله غير لما اخلص، ولا كنت هشيل صوت ولا كنت هشيل حاجه. اللي يجي قدامنا خليه شغال. آه كنت بقول لكم ايه. المهم ده كان عصير برتقال على جزر، والجزر انا كنت سلقاه في الكنكه كده زي ما انتم شايفين. و نعمل عصير برتقال بجزر بيبقى جميل قوي على فكره، جربوه. المهم هنا بقى كنت ولعت على الرز وخلاص الرز نشف وهديت عليه ان هو يتردد. البسله كانت تمام مستوت طفيت عنها. هنا بقى نشوف اللحمه برضو تقريبا برضو كانت استوت. معلش بقى نجري ونسرع كده علشان انا عارفه ان الفيديو طول قوي قوي معانا، عشان بس ما تملوش او نملته عادي مفيش مشكله. كملوا معايا الفيديو. المهم حطوا لي لايك وحطوا اشتراك وادعوا لي دعوه حلوه كده وحمسوني وظبطوا الدنيا. خلصنا كده الاكل. اللحمه لما قربت استوت حطيت عليها الملح وسبتها بقى ايه تغلي شويه، بحيث ان اللحمه تشرب من الملح او تاخد تطعم يعني من الملح وكده. وهبدا اشيل قطع اللحمه دي احطها في البسله.
لان طبعا انا مش هحمرها ولا حاجة، فبتبقى طعمها حلو قوي لما اللحمة تتحط مع الخضار كده، بتديها طعم حلو قوي. على فكرة انا بقى في الوقت ده كنت بنجز وبجري قبل النور ما يقطع، بس هنا بقى كده كان النور قطع. قلت النور يقطع وانا بحط وانا يعني بجهز الاكل وبحط الاكل عادي احسن ما يقطع وانا لسه بطبخ. يعني عارفين اللي هو الواحد عايز يلحق وقته، لان النور بيقطع الساعة 2، فالواحد يكون بقى فرم اللي فرمه، عمل عصير، عمل طماطم، اي حاجة هنستخدمها بقى بالكهرباء ننجزها كده ونخلصها بدري قبل قطعان الكهرباء. شايفين هنا بقى الاضاءة اتغيرت لان النور كان قطع، فقلت عادي بقى نغرف اكلنا، ناكل بقى على نور ربنا. يعني طبعا المطبخ ضلمة شوية، فنطلع ناكل في النور، نغرف بقى الأكل الحلو بقى، حاجة بسيطة، حاجة سهلة، حاجة محمسة، ملكوش حجة بقى. يا ريت بقى نبطل كسل، نقوم نشوف ورانا ايه. عايزاكم تتحمسوا كده، جو حلو كده للبيت، وغيروا كده من نفسكم، وغيروا من جو البيت كده، وفتحوا وعقموا وظبطوا. يعني في مثل بيقول كده، يعني اكنس بيتك ورشه ما تعرفش مين هيخشه. يعني قومي كده كل يوم الصبح، خدي لك لفة في البيت، نظمي، روقي. إيه، وعندك غسيل اغسليه، عندك غسيل لميتيه طبقيه كده. ما يعني ايه، ما ترقميش حاجة عليكي عشان ما تزنقيش على نفسك في يوم وتفضلي من صباحية ربنا لاخر النهار بتنضفي وتهدي في نفسك وفي حالك. خلاص كده كنا خلصنا. آه جربنا بقى الاكل. شايفين بقى عصير البرتقال الجميل بتاعنا. اه انا قلت لكم ان انا كنت عاملاه ببرتقال سكري. على فكره انا مش حابه البرتقال اللي هو السكري ده في العصير مع الجزر. البرتقال اللي هو بسره ده بيبقى طعمه تحفه، في العصير مع الجزر. يعني انا حابه البرتقال البسره مع الجزر احسن من البرتقال السكري. بس ايا كان هو جميل برضه. وبس كده، اتفضلوا معانا يا جماعه. حاجه بقى هاديه، حاجه بسيطه، اكله كده سريعه. آم، قلنا بقى نخرج عن المألوف كده زي ما قلنا. عصير بقى وحاجات وحركات. هتقولي انت بتطلعي كده عشان بتصوري، عادي مفيش اي مشكلة ان احنا نطلع الاطقم دي ونستخدمها ونفرح بيها. يعني محدش ضامن عمره، وفي نفس الوقت حافظي برضو على حاجتك. و يعني زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق. يعني انت لما تشوفي الحاجة كده قدامك حلوة ومنظمة، حتى لو مش هتطلعي الاطباق دي من نيش ولا اي حاجة، معلش ان انا بعد لكم المقطع ان احنا بس نتكلم شوية. مش غلط ان انت تطلعي حاجتك وتستخدميها وتحافظي عليها، حتى لو مش هتطلعي. يكفي ان انت يعني ايه، تخرفي الاكل بشكل حلو. إيه، كل فترة طلعي طقم كلي فيه، طلعي طقم عصير اشربوا فيه. يعني الحاجة دي يعني ايه، مش جاية ان هي تتحط في الباترينا وخلاص. طلعي واستخدمي، وحافظي على الحاجة وعينيها تاني لاستخدام مرة تانية. وفيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. استنوني بقى في فيديوهات تانية جديدة. متنسوش الاشتراك واللايك يا جماعة، اهم حاجة عشان نفعل شروطنا بقى. واشوفكم على خير، مع الف سلامة. متنسوش بقى تدعولي دعوة جميلة كده من قلبكم. مع الف سلامة، في امان الله.